يا مساء الجمال، بيقولك اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. والمثل ده مش مجرد كلام، ده بيحكي قصة حقيقية عن واحدة صحيت من النوم لقت إن حياتها كلها طلعت كدبة كبيرة، وكل أحلامها بتنهار قدام عينيها في لحظة. فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. حكايتنا بدأت بفلاش باك للبنتين دول، هند وآية، وهم قاعدين بيلعبوا مع بعض، وباباهم قاعد بيقرا الجرايد عادي، ومامتهم بتعيط وتندب حظها الهباب. وطبعا ده طبيعي في أي بيت مصري. اللي مش طبيعي بقى إن هند دي ما تبقاش بنتهم، دي يا سيدي تبقى بنت أخت الست نادية، واختها توفت من 5 سنين وهي بتولدها. ومن ساعتها والبنت عايشة في البيت ده ومفكرة ان عمو ده يبقى باباها ونادية مامتها، بس برضو معرفناش هي بتعيط ليه. اقولك، بابا هند الحقيقي طلب انه ياخد بنته تقضي معاه يومين، وطبعا نادية قلبها موجوع. ما هي ازاي هتقول للبنت بعد السنين دي كلها انها مش مامتها ولا الراجل ده يبقى باباها؟ لكن جوزها بيطمنها وبيقول لها ان باباها هياخدها يومين بس، وبرضه البنت من حقها تعرف مين هم اهلها الحقيقيين. وفي وسط الكلام جرس الباب بيرن ويرجعنا للوقت الحاضر قبل ما نعرف ايه اللي حصل. بس اللي باين كده ان هند لسه مفكره ان آية اختها، بدليل انهم موجودين في بيت الحاجه ناديه، وآية بتساعدها في تحضير الشنط. وده لان يوسف جوز هند دكتور اسنان وجاله عقد عمل، عقبالنا يا رب كده، في دبي، والاتنين قرروا يسيبوا مصر ويهاجروا لهناك. الغريبه بقى ان هند عماله ترن على جوزها من صباحيه ربنا تليفونه مقفول، والطياره بتاعتهم فاضل عليها كام ساعه، وده مخلي هند متوتره ومش على بعضها. فآية بتحاول تطمنها وبتقول لها ان اللي هي حاسه بيه ده طبيعي وبيحصل مع اي حد، خصوصا انها مسافره لمكان جديد وهتشوف ناس جديده. ويوسف اكيد تليفونه فصل وكلها شويه وهتلاقيه قدامها. لكن برضه هند لا على حامي ولا على بارد، اصل الحب بينهم بعد عنك مقطع بعضه، وعلاقتهم ببعض ملزقه على الاخر، على عكس علاقه آية بجوزها عمر اللي تقريبا كده كل يوم بتمسيه بشبشب وتصبحه بعلقه. وبعد تحضير الشنط بنعرف ان عيله هند كلها متجمعه في بيت مامتها عشان يودعوها، حسام اخوها ومراته، وعمر اللي بياخد بالشبشب، وكمان يسرى اخت يوسف وجوزها حسن. وتحس كده ان الست دي وراها حاجه، يعني غير علبة الجاتو اللي جايباها معاها. المهم يسرى أول ما وصلت سألت هي كمان على يوسف، أمال الراجل ده راح فين؟ فهند حاولت تكلم السكرتيرة بتاعت العيادة بتاعته، وبرضه ما تعرفش عنه حاجة من ساعة ما باعوا العيادة والحاجات اللي فيها. والموضوع دخل في الجد لما ميعاد الطيارة بتاعتهم فات، ويوسف برضه لسه ما ظهرش. ما تعرفش حد عزم عليه واختفى ولا ايه؟ وزي أي مسلسل عربي لما حد بيختفي بيدوروا عليه في المستشفيات والأقسام. فحسام أخو هند كلم ضابط صاحبه وطلب منه يبلغه بأي معلومة عن يوسف. وسارة أخدت جوزها وراحت تدور على أخوها في شقتهم القديمة اللي في شبرا، أما هند أخدت أختها وجوزها وراحوا يدوروا عليه في المستشفى اللي كان بيشتغل فيها، واستقال قبل ما يسافر، بس برضه مش بيلاقوه هناك. والمفاجأة بقى إن في ممرضة بتطلع ورا هند وبتصدمها صدمة عمرها، وتقول لها ايه؟ ان الدكتور يوسف ما استقالش من المستشفى زي ما هي فاكره، لا ده البيت رفض منها، وده بعد ما تقدمت ضده كذا شكوى من كذا مريضه بالتحرش. ده في سكته كمان اتحرش بتعمل الممرضات اللي معاه في المستشفى. تقدر تقول كده يوسف طلع حمدي الوزير في نفسه. طب ازاي هند ما تعرفش الحكايه دي؟ الممرضه قالت لك ان الاداره لمت الموضوع ورفضته من غير شوشره عشان سمعه المستشفى. فالبنت يا عيني اخدت الكلمتين ورجعت العربيه وما جابتش سيره لاختها وجوزها عن اللي عرفته، وكلهم طلعوا على شقتها عشان يدوروا عليه هناك، عشان تتصدم الصدمه التانيه لما بتلاقي الشنط بتاعتها مع فرد الامن بتاع العماره اللي قالك ان دكتور يوسف سلم الشقه للمالك وساب الشنط دي معاه وبلغه يديها لمدام هند. المفاجاه بقى ان هند متجوزه بقالها 2 سنين، ويوسف مفهمها ان الشقه اللي هم عايشين فيها دي تمليك مش ايجار. فالبنت انهارت وحاولت تدخل شقتها، لكن فرد الامن منعها واكد لها تاني ان جوزها سلم الشقه للمالك ومش هينفع تدخل. فما لقيتش قدامها غير انها ترجع البيت وتستنى اي مكالمه من جوزها يفهمها اللي بيحصل. وفي السكه اتصلت بشركه الطيران اللي كانوا حاجزين فيها، والمفروض ان يوسف دافع 50,000 جنيه تمن التذاكر، لكنها بتعرف ان الحجز بتاعهم كان حجز مبدئي وان يوسف ما دفعش ولا مليم. الغريبه بقى انها لما روحت حاولت تتصل بيسرى اخت يوسف، بس هي كمان ما بتردش. فدخلت البنت اوضتها وهتك يا عياط، وبعد كل اللي شافته وسمعته برضه بتبعت فويس نوت ليوسف وبتطلب منه يطمنها عليه لو حتى برساله. واللي هي ما تعرفوش ان الضابط صاحب حسام اخوها اتصل بيه واكد له ان يوسف راكب طياره دبي من 12 ساعه وفلق يا جدع. ساعتها ناديه مامتها كانت هتتجنن، لان هند ويوسف متجوزين بقالهم 2 سنين عمرهم ما اشتكوا من بعض. وكمان هند وقفت جنبه في شغله من ايام ما كان دكتور صغير، وكانت بتدور له على زباين من المشاهير عشان سمعته تكبر. وطلبت من حسام ما يجيبش لاخته سيره عن موضوع السفر ده وهي هتبلغها من معرفتها. وتاني يوم هند حاولت تكلم يسرى في التليفون لكن برضه ما بتردش. وقتها بنعرف ان يسرى وجوزها قاعدين بيفطروا عادي ولا اكن في حاجه حصلت، ومسقعين لهند واللي خلفوها. والسوسه وجوزها طلعوا عارفين اللي يوسف كان ناوي يعمله،
وعاملين نفسهم ما يعرفوش حاجة. في نفس الوقت نادية دخلت لبنتها بكوباية عصير، ولما لقت البنت لسه منهارة حاولت تهديها وتقول لها اللي بعنا نبيعه يا بنتي وما نبكيش عليه. ولما لقيتها لسه مقتنعة ان جوزها ملاك بجناحين راحت رميها لها كده وقالت لها ان صاحب اخوها بلغه ان يوسف سافر دبي لوحده. والبنت سمعت الكلمتين دول وانهارت وهاتك يا صحة وعياط. في نفس الوقت آية بتفتح الباب عشان تتفاجئ بمحضر جاي بيبلغها ان يوسف طلق اختها غيابي. والمفاجأة الأكبر لما حسام شاف تاريخ الطلاق، ساعتها بيكتشف ان يوسف مطلق هند من 1/8، يعني مطلقها بقاله 10 أيام وعايش معاها الفترة دي كلها في الحرام. فآية بتطلب منه ما يجيبش سيرة لهند، ما الحكاية مش ناقصة. لكن الفاس كانت خلاص وقعت في الراس، وهند سمعت حسام وهو بيتكلم. لا ده كمان زود التين بلة وقال لها شفتي يا هانم دكتور يوسف اللي انت حاربتينا عشانه مطلقك بقاله 10 أيام وعايش معاك في الحرام. فهند بتطب وتقع من طولها. وفي النهاية تيم القناة بيطلب من أي حد مكمل معانا لآخر الملخص ويعرف مكان يوسف يكتب لنا في التعليقات عشان خاطر مراته وقلب عليه الدنيا. وكده تخلص حكايتنا، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. باي.